ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. الفول المدمس من الوصفات الجميلة اللي مش بنستغنى عنها دايما في الفطار، وكمان في رمضان مناسب جدا للسحور لان بنقدر نقدمه باكتر من طريقة. النهاردة هنعمل الفول المدمس في الحلة، وكمان هقول لكم طريقة التخزين عشان يفضل متوفر عندك طول الشهر. معايا 500 جرام فول، وانت بتشتري الفول اختار الحبة الكبيرة ويكون لونها فاتح. هضيف الفول لطبق عميق وانزل عليه بحوالي لتر مية، اغطي الفول تماما بالمية. هنقي الفول لو في حاجة مسوسة او حاجة مش حلوة هتخلص منها تماما، ما هسيبش غير الحبة النظيفة. ولو لقيتي فول عايم على وش المية دي هيبقى قلبها فاضي او هتكون مسوسة، اتخلصي منها. هيسيب الفول في المية مش اقل من 4 ساعات، ولو ليلة كاملة يكون افضل. الفول ساعات بيشرب المية ويحتاج مية من وقت للتاني، كل ساعتين شوفيه لو محتاج مية زودوله مية من الحنفية. كل ما زادت مدة النقع للفول بيكون افضل، بيسهل عليكي التسوية وكمان حجمه بيزيد. لكن لو جبت الفول غسلتيه ودمستيه على طول الحجم بتاعه بيزيد حاجة بسيطة جدا. في الاول القشرة الخارجية بتكون ناشفة جدا، بعد ما تنقعي الفول لو ضغطتي عليه هتلاقي القشرة بقت طرية معاكي، وده هيخلي الفول ياخد من طعم المكونات اللي هنضيفها ليه من اول ما نرفعه على النار. هنغسل الفول ونصفيه للمية ونضيفه للحلة اللي هنسويه فيها، وهضيف عليه جزرة مبشورة و3 معالق كبار عدس اصفر، وعصير نص ليمونة، ومعلقة كبيرة خل ابيض، وكمان حباية طماطم هقطعها شرايح بس هسيبها متماسكة زي ما هي. وهغطي الفول بمية سخنة مغلية وارفعه على النار ياخد اول غلوة، واغطي الحلة بالغطا وكمان ورق ألمونيوم عشان البخار ما يخرجش من الحلة، هيسهل عليك التسوية وكمان لون الفول هيفضل فاتح زي ما هو. واهدي النار جدا على الفول، هياخد معاكي وقت من 3 ساعات ل4 ساعات. غطي الفول بكمية مناسبة من المية عشان ما ينشفش منك وقت التسوية. بعد ساعتين ممكن تبص عليه، لو محتاج مية هتزودي مية سخنة مغلية، ما تضيفيش مية من الحنفية عشان الفول ما يسودش. هنجهز خلطة جميلة للفول عشان يدينا نفس الطعم اللي بنشتريه من المطاعم. معايا 2 معلقة كبار نشا، 2 معلقة كبار صلصة طماطم، نص معلقة صغيرة كركم. هضيف عليهم اقل من ربع الكوباية مية واقلبهم مع بعض. الفول اخد معايا 4 ساعات الا ربع بالظبط. انا ما زودتش مية للفول لان من الاول كنت مغطياه بكمية مناسبة من المية. الفول مستوي بس هيحتاج كمان ربع ساعة او 20 دقيقة على النار عشان انا عايزاه يكون مستوي اكتر من كده. ما شاء الله الفول لونه فاتح وجميل جدا. هضيف خليط النشا والصلصة واقلب الخليط مع الفول، واغطي الحلة بالغطا من غير ورق ألمونيوم واسيبه كمان ربع ساعة او 20 دقيقة. ما شاء الله اللون والقوام بقوا حاجة تانية خالص. هرفع الفول من على النار واسيبه يبرد. هاخد كمية الفول اللي دمستها وافرمها في الخلاط لحد ما تنعم معايا بالشكل ده، واضيفها لعلب او اكياس تخزين واخزنها في الفريزر، هتفضل معاكي طول الشهر. هتخرجيها من الفريزر قبلها ب10 دقايق عشان تفك من التلج، هتفضل معاكي بنفس القوام ونفس اللون. ما تنسوش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.